السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. في المملكة العربية السعودية مات مواطن مصري على ايد مواطن سعودي. المواطن المصري ده كان شغال في سوبر ماركت، قبضوا عليه، اتحكم عليه بالإعدام بالقصاص زي ما قال في المملكة. وهناك لو هتدفع الدية بيحبس، ولكن لا يقتل، يعني ما بيتحققش فيه القصاص. فقالوا يدفعوا الدية، فبدأوا بمليون، 2 3 4 5، تقريبا وصلوا ل100 مليون، حاجة 100 مليون جنيه، يعني مبلغ كبير جدا. فنزل مصر أهل المواطن السعودي مع مندوب تقريبا من هيئة الدية، هيئة الجنائي عندهم. الحقيقة ما عنديش معلومة مين المندوب اللي المفروض بيتوسط في الأمر دوت. نزلوا مصر عشان يدفعوا الدية لأهل المواطن المصري، ويتفقوا وياخدوا منهم تنازل ان هم مسامحين. الاب وافق، والاخ وافق، والام قلعت مداسها وطوقت في كل ضرب، وطردتهم من بيتها، وفرجت عليهم الشارع. نصيحتي ليك، امسك في امك بايديك واسنانك. لما تقولك حاجة اسمع كلامها، عشان هي جيشك الوحيد في حياتك وفي مماتك.